يا أخي برضه الستات دول كيادين بشكل، يعني عندك مثلًا الأستاذة زينة، سابت أيام السنة كلها وراحت رفعت قضية نفقة على طليقها الأستاذ أحمد عز في يوم عيد ميلاده. طيب هو السؤال هنا، هي زينة بتاخد نفقة كام من أحمد عز على الولدين؟ خد عندك يا سيدي، ده سؤال حلو جدًا على فكرة، بس مش عاوزك تنصدم من الأرقام اللي هتشوفها. 23,306 جنيه استرليني، يعني بالمصري 1,448,468 جنيه، يعني على حسبة يعني شهور السنة، لو هنقول إن السنة الدراسية 8 شهور يبقى 181,058 جنيه، يعني ده للطفلين طبعًا، يعني الطفل الواحد 90,529 جنيه في الشهر الواحد، ده غير طبعًا إن هي واخدة منه نفقة شهرية 50,000 جنيه للتوأم، غير كمان 42,350 جنيه مصاريف الباص بتاع المدرسة، الباص اللي بيوديهم ده، ده غير كمان أجر مسكن للاتنين 25,000 جنيه، غير طبعًا إن هي رافعة عليه شوية قواضي كده بكام مليون كده على جنب. السؤال اللي جه في دماغك صح واللي أنا بافكّر فيه، هُم بيصرفوا إيه أو عايشين إزاي أو إيه العيشة دي بالضبط؟